بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأوطان أمانا وجعل الدفاع عنها شرفا وعبادة. اقطع الكلام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أبنائي وبناتي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيد عظيم، ألا وهو عيد الجيش العراقي الباسل، ذلك الجيش الذي كان وما زال درع الأمة وحصن الوطن وسياج الأمان. إن الجيش العراقي ليس سلاحا فقط، بل هو قيم وأخلاق وصدق للعهد وطاعة لله وحب للوطن. هم رجال أقسموا أن يحفظوا الأرض ويصونوا الكرامة ويقفوا بوجه الظلم والشر. أبنائي الأحبة، لقد علمنا ديننا الحنيف إن حماية الوطن عبادة، وإن من يحرس الناس ليأمنوا في بيوتهم هو في عمل عظيم عند الله. وجنودنا الأبطال يتركون أهلهم وأبناءهم ليبقى العراق آمنا وترفرف رايته عالية. في هذا اليوم نتعلم من جيشنا الشجاعة في القول والانضباط في العمل والإخلاص لله والوطن والتعاون من أجل رفعة العراق. فلنرفع أيدينا بالدعاء لهم قائلين: اللهم احفظ جيشنا العراقي وانصره بنصرك، واحم به وطننا، واجعله دائما درع الأمة وراية العدل والسلام. وكل عام وجيشنا بخير، وكل عام وعراقنا عزيز شامخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.